أهلا بكم أعزائي بعد العودة. والحقيقة فقرتنا دي مهمة جدا. ممكن قوي أن مصادر الطاقة من الفحم والبترول اللي بيعتمد عليها العالم تنضب في أي لحظة، ومصادر كمان توليد الكهرباء لازم نبحث دايما عن مصادر جديدة للحصول على الطاقة الكهربية. وهناك طبعا كتير من أنواع الطاقة، من الطاقة النووية إلى آخره. لكن الحقيقة الطاقة النظيفة جدا والرخيصة جدا واللي لا تنضب بفضل الله يعني هي الشمس. ومصر حباها الله سبحانه وتعالى بشمس على مدار العام، وممكن من خلال استغلال الصحراء اللي من يوم من البدايات احنا بنقول غزو الصحراء غزو الصحراء، اهي فرصة هايلة هنعرفها دلوقتي حالا ازاي ممكن نستغل الطاقة الشمسية بطرق عديدة كمصدر لا ينضب زي ما قلت للكهرباء والطاقة عموما، وكمان معاها الصحراء. هنعرف كل ده من ضيفنا الكريم دكتور أمجد مازن عبد المتعال، خبير بمجالات الطاقة المتجددة. أهلا بحضرتك يا دكتور. ويمكن موضوع أنا شايفة أنه موضوع حيوي جدا ومهم جدا. فقبل الهوا يمكن كنا بنتكلم في الحكاية دي، الصحراء يعني أعرف نستغل الأرض في أننا هنعمل دايما يعني نردد أنها مصدر للتغذية أو لبعض الصناعات، إنتاج مثلا أخشاب أو غيره لبعض الصناعات، لكن إنها تنتج لي طاقة. حضرتك قول لنا في بساطة للسادة المشاهدين إزاي وشغل شباب وصدر واجيب مستثمرين كل اللي احنا عايزينه. هو ببساطة الصحراء المصرية متميزة مش بس بالإضاءة، هي متميزة إن هي مسطحة، يعني فلات أو مسطحة، بمعنى إن أنا مش محتاج عمليات تسوية واسعة أو مش محتاجة سهلة. تمهيد، يعني مش محتاج تمهيد للمشاريع. الطاقة الشمسية ممكن إنتاجها عن طريقتين زي ما كنا بنتكلم، من خلال الطاقة الحرارية، طاقة الحرارة اللي بتبقى موجودة عندنا من ضوء الشمس، وممكن إنتاجها من خلال الطاقة الضوئية بتاعة الشمس. وكلاهما في مصر قوي جدا. يمكن الميزة الرهيبة لإنتاج الكهرباء عن طريق الضوء بخلاف إنتاج الكهرباء عن طريق الحرارة هي ان المحطات الحراريه لابد تبقى محطات كبيره، لان بتستخدم توربينات بخار ميه عشان تولد كهرباء. ده معناه ان هي لابد تبقى محطات كبيره. فمساله ان يبقى مشروع قومي ينضم اليه الشعب في طوائفه المختلفه في صوره مشاريع صغيره هيبقى صعب من خلال المحطات الحراريه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان طبعا بما ان المحطات دي هتبقى كبيره او انتاجها كبير، بنتكلم مثلا عن محطات 10 ميجا 20 ميجا ممكن 100 ميجا وات، فيبقى اذا انا بحتاج عمليات نقل طاقه. وفي نقل الطاقه بحتاج لاستثمارات اعلى بطبيعه الحال، بحتاج ان انا اعمل محولات، بحتاج ان انا ارفع جهد، بحتاج ان انا اعمل ابراج، فاستثمارات اعلى. واستثمارات اعلى برضو من خلال عمليات الصيانه اللي بتتم للمحطات اللي هي الحراريه. نيجي نمسك موضوع الطاقه الضوئيه اللي هي بتنتج عن طريق خلايا ضوئيه مكونه، يعني صناعتها بتتم، يعني مش عايزين نخش في تفاصيل صناعتها، بس هي مصنوعه من السيليكون وبيدخل فيها مواد زي البورون والفوسفورس في تصنيعها. الخلايا دي ممكن عمل محطات من اول 1 كيلو او 2 كيلو، محطات صغيره 2 كيلو وات ساعه، لغايه الى ما شاء الله تعملي محطات 10 ميجا 20 ميجا، يعني ايا كان حجم المحطه اللي انت عايزاها. ده بيديني فرصه ان طوائف كتيره من الشعب المصري تقدر تشارك. متاسفه لمقاطعه حضرتك، دي سفينه يقال انها بتسير بالطاقه الشمسيه، دي رست في مصر. تعلق لنا مؤخرا. حضرتك عليها. رست في مصر مؤخرا. هي دي خلايا الطاقه الضوئيه اللي احنا شايفينها. كل خليه، يعني ممكن تلاقي كل خليه من المربعات الصغيره دي بتنتج من حوالي 150 ل 250 وات اور ساعه. وهو طبعا محتاج الكم الكبير ده من الخلايا، عشان زي ما احنا شايفين حجم المركب كبير، فطبعا متخيله المواتير بتاعه المركب دي ممكن تكون محتاجه قد ايه. طبعا هو ممكن المركب دي مش بس تشتغل الصبح، هي ممكن لو انا مش هركب فيها بطاريات مثلا، ممكن المركب دي تشتغل الصبح بس وضوء الشمس موجود. لكن لو انا ركبت فيها بطاريات، ممكن الخلايا اللي حضرتك شايفاها دي تشحن منظومه من البطاريات، والبطاريات تقدر تشغل المركب. يعني ممكن اخزنها اثناء وجود الشمس بحيث تقدر تمشي بالليل. بالظبط. جميل جدا. ودي هو في منظومتين، في منظومه بنسميها منظومه موصوله على شبكه التوزيع، ومنظومه منفصله بالكامل عن شبكه التوزيع.
هو يمكن شكلها مختلف شويه عن المراكب المألوفه او السفن المألوفه. هذا التصميم يمكن خاص بمساله استغلال الطاقه الشمسيه. هو طبعا عايز يصممها بحيث ان هو يوجد مسطح كبير يقدر يفرش عليه الخلايا اللي حضرتك شايفاها. ايوه تمام، عشان تاخد اكبر قدر من تاخد الطاقه، اكبر قدر من الاضاءه بالظبط. فطبعا كان لازم ان هو يصممها بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. لكن دي مكلفه بقى يا دكتور؟ لا، هي كانت مكلفه. هي اسعار الخلايا الشمسيه ابتدت، يعني عايز ادي لحضرتك مثال. اسعار الخلايا الشمسيه في المتوسط كانت من 5 سنين حوالي $4. $4 لايه بالظبط؟ للوات. يعني حضرتك بتشتري مثلا البانل دي مثلا او الخليه دي، لو افترضنا ان هي 100 واط. الخليه دي عشان الساده المشاهدين يعيشوا معانا الوضع ده، المربع اللي هو الفضي شويه ده او الرمادي شويه ده، هو ده يقال عليه خليه يعني ولا ايه؟ لا، شايفه حضرتك، هي المسطح اللي هو قدام كابينه القياده عباره عن في مربعات كده زرقاء كده. المربعات الزرقاء دي كل مربع من دول بنسميه خليه. كويس قوي. منفصله قائمه بذاتها. ايه اللي زي الجناحين اللي بره مربعات كبيره دول عليهم شوية. بعض ممكن يبقى دي مراسي، هي مش واضحه من هنا، لكن ممكن دي تبقى مراسي لطيارات مثلا، او ممكن تبقى خلايا من نوع اخر. بس لكن مش نفس كويس، ما عشان كده كويس ان انا سالت. يبقى اذا المربعات الصغيره اللي زي البلاط كده دي، ايوه، اللي لونها او السيراميك اللي لونها ازرق دي، كل مربع منهم يطلق عليه خليه طاقه شمسيه. خليه طاقه شمسيه اهي. كبرها لنا الحقيقه احمد، شكرا يا احمد. لا، بس هي خليه من نوع اخر. ايه بقى؟ ما في انواع مختلفه من خلايا في انواع مختلفه من الخلايا الشمسيه. في مثلا النوعيه دي بنسميها ثين فيلم او طبقه رفيعه. ايه الفرق يعني؟ لا، بيبقى فرق الجهد اللي هي بتنتجه في التيار اللي هي بتنتجه. انا اقصد ان الاثنين بيصبوا فرق في المواصفات، في نفس الهدف، انهم يدوني طاقه شمسيه. الاثنين بيحولوا الطاقه الضوئيه لطاقه كهربيه، وده المطلوب. ده اللي احنا قاصدينه. بصرف النظر بقى عن القدرات والنوعيات والامكانيات، قلت حضرتك بقى بتتكلف كام المربع الواحد اللي هو الخليه؟ كانت من 5 سنين كانت بتكلف الخليه مثلا بتنتج لي 100 واط ساعه، دي كانت بتكلف حوالي $400. النهارده الخليه دي نفسها اللي كانت بتكلف $400 تكلفتها حوالي $80. ده من 5 سنين من $400 للخليه الواحده اصبح 80. معنى كده انه في انتاج، ومع الماس برودكشن اللي هو الانتاج الكبير يعني الضخم، بترخص دايما المنتج يرخص. بالظبط، مع زياده التطبيق في العالم كله اصبح سعر المنتج بينزل. طب ده جميل جدا. يعني تليفون، معنا تليفون. الو. ايوه اتفضل، اهلا وسهلا. ممكن نسال سؤال؟ استاذ محمد من لبنان. الو. بدنا نسال الاستاذ انه الطاقه الشمسيه اللي موجوده في الصحراء المصريه. ايوه، انا مش سامعه كويس الحقيقه. اتفضل حضرتك. ممكن يعني دي تكفي مثلا لغايه قد ايه؟ تكفي لغايه قد ايه؟ السؤال على ايه بالظبط؟ يعني ممكن نستفاد فيها بايه؟ يعني نقدر نستغلها ازاي؟ هو ده موضوعنا، هو ده اللي بنتكلم فيه. دكتور هيعلق ويرد على حضرتك. شكرا على اتصالك. احنا قلنا انه الخليه ممكن تديني، نسمع من حضرتك تاني ناكد له. تديني كام وات؟ الخليه الواحده بتدي لك حوالي يعني من 150 ل 250، وفي خليه ممكن تدي لك لغايه 300 واط ساعه. من 150 لحد 300 واط ساعه. وقلنا ان سعرها انخفض من $400 من 5 سنين ل $80. ده بالنسبه للخليه هي بتتحسب بالوات. يعني سعر الوات كان $4 من 5 سنين، النهارده نزل ل 80 سنت للوات. وتتحسب بقدراتها. يعني انا هشتري خليه لو اقل ثمنا يعني او سعرا هتديني اقل. بالظبط كده برضو بتضرب 80 سنت في القدره بتاعت الخليه اللي بتشتريها. بالظبط. طيب خلينا احنا بقى في مصر وعلى ارض كده الواقع، وازاي نطبق هذا العلم الجميل. انا عايز اجاوب على السؤال بس. طب اتفضل. هو يكفي حوالي، يعني لو بنتكلم على ال يعني يكفي حوالي من 11,000 فدان ل 14,000 فدان تغطي احتياجات مصر بالكامل من الطاقه. لو فرشت ال 11 ل 14,000 فدان دول خلايا طاقه شمسيه، يعني يكفينا هذا الرقم لتغطيه مصر. طب وعشان اصدر؟ لا، ما انت عندك الصحه، بقيت محتاجه 14,000 فدان. اكمل بالظبط. انا اقصد يعني يمكن استغلالها ايضا في التصدير. يعني اقدر اصدرها. انا عندي افريقيا، عندك عمق افريقيا كله موجود قصادك، وافريقيا عشان تنميتها محتاجه طاقه. يعني عشان انمي دول افريقيا انا محتاج طاقه. طب وتنميه دول افريقيا ده في مصلحتنا احنا، وفي مصلحه دول العالم كلها، لان هتقدري تبيعي لهم منتجات. وفي مصلحتنا احنا عشان
يبقى انا كان موضوعات المياه وموضوعات اخرى يعني. يبقى انا كان سؤالي على ارض الواقع مصر هتاخد قد ايه يغطيها، وده يتفق مع سؤال المشاهد الكريم، وممكن بقى اتوسع واصدر. احنا معانا تقرير، هنشوف التقرير ونعود نكمل موضوعنا شيق وجميل جدا الحقيقه. نشوف التقرير ونعود. الحمد لله جونا جميل والشمس موجودة طول السنة، وعدد ساعات تواجدها في اليوم كتير بالنسبة لبلاد تانية كتير، فيصح ان احنا نستفيد، ولكن برضو بشرط ان المعدات تبقى مهيئة انها تتحول من الطاقة اللي موجودة من البنزين والجاز للطاقة الشمسية. في البنزين، في الجاز، في الغاز، فيه دي الحاجات اللي هي من صنع او الحاجات اللي هي كايد البشر دخلت فيها. اما الحاجات الربانيه في الطاقه الشمسيه الناس اللي هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني الناس، يعني كل الناس بتستفاد منها. احنا عندنا اكتر مصدر من مصادر الطاقه، عندنا البنزين، عندنا السولار، عندنا الغاز، عندنا الطاقه النوويه اللي احنا يعني بنأمل ان احنا نخش في مجال الطاقه النوويه السلميه، وعندنا طبعا الطاقات التانية بقى، طاقة الشمس وطاقة الرياح، ودي طبعا متوفرة عندنا هنا في مصر، بس يا ريت نعرف نستغلها الاستغلال الصح. وعندنا طبعا، بس دي مش موجودة عندنا الطاقة بتاعت المية، طاقة الشلالات دي برضو بنقدر نولد منها كهرباء. الدول الأوروبية دي مش متقدمة بإيه؟ مش بالطاقة الشمسية. احنا نتمنى ان احنا نتقدم ونتطور، على اساس ان احنا ناس برضو مش احنا شرقيين، فحياتنا في كل حاجة طبيعتنا. احنا دلوقتي البنزين والجاز كله البلد حالها صعب، فيا ريت نشوف الناس المسؤولين يطوروا بدل الجاز والبنزين بحاجه تانية. هي مش كفايه، لانها طبعا الطاقه الشمسيه بتبقى لها وقت معين، او بتبقى بالساعه على ما اظن، ما بتبقاش كفايه. يعني هي الكهرباء برضو لا غنى عنها. اهلا بكم اعزائي مره تانية، وطبعا في حضور ضيفنا الكريم دكتور امجد مازن الخبير في الطاقه المتجدده. هناخد التليفون يا دكتور وبعدين نعلق. معانا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الو ايوه ازيك يا استاذ انوار، وسلامنا للخبير المتواجد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بحضرتك. انا بس عاوز اتكلم عن حاجه، ان الطاقه الشمسيه طاقه تكنولوجيه قوي وتكنولوجيه جدا، فاللي بيشغلها خبراء واللي بياخد فيها المجال وخبراء كبار. انا في بالنسبه للطاقات المتجدده، والخبير اللي معاكم خبير في الطاقات المتجدده، هي الخلايا الضوئيه خلايا كيميائيه بطبيعتها متلاشيه، لكن الطاقه الميكانيكيه احنا ممكن نستغل مجاري الانهار جوه الدلتا موجوده، والطاقات الشباب وافكار الناس اللي هم في الدلتا ناس قادره انها تقدر تأدي في المجال ده. مفيش حاجه. خساره الخط قطع، بس واضح طبعا انه بيتكلم بشكل علمي وفاهم. بنشكر حضرتك على اتصالك، والدكتور هيعلق على كلام حضرتك. اتفضل. هو انتاج الطاقه من الخلايا الشمسيه الضوئيه بيتم نتيجه لعمليه فيزيائيه، لان بستخدم فوتونات الضوء اللي بتسقط عليها ببساطه شديده بتحرر الكترونات لمساله لوقت لحظي، وتحرير الالكترونات من الطبقه الخارجيه من السيليكون لوقت لحظي بيتم تسييرها عشان تشغل دايره، وبعدين بترجع تاني في خليه السيليكون. فالعمر الافتراضي لخليه السيليكون دي ممكن اقل عمر، يعني مفيش عمر افتراضي لها، ممكن توصل ل 40 سنه، ممكن توصل ل 50 سنه. هي عمليه فيزيائيه بتتم بصوره لحظيه ولا تنقص شيء من الماده. معانا صوره البلازما. يعني الحاجه اللي لابد نلاحظها ان عمليه انتاج الكهرباء من السيليكون من الخلايا دي
لا ينقص شيء في الماده، فما فيش عمر افتراضي يعني مفترض. مصدر لا ينضب. لا ينضب. موجود. يعني لو انا حافظت عليها ضد عوامل التعريه ممكن الخليه دي تعيش معايا 100 سنه. فهي مش عمليه كيميائيه، هي عمليه فيزيائيه بحته. طب هنكمل بعد التليفون. معانا احمد من اسكندريه. الو. ايوه، السلام عليكم. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الباشمهندس لو سمحتي؟ واتفضل مع حضرتك. عن الطاقه برضه. اتفضل. ايوه يا باشمهندس، السلام عليكم. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا طبعا عشان موطي التلفزيون مش سامع حضرتك كويس. في عندي انا اقتراح يعني بالنسبه للطاقه الشمسيه اللي هي بالنسبه للطاقه المتجدده. فانا عايز اوصل لاي حد يوصلني ان انا انمي الفكره اللي عندي. هي الفكره عندي بالتوازن. فايه راي حضرتك؟ ممكن اقابل حضرتك او تديني تليفون حضرتك او انا التليفون عند حضرتك تكلمني. ممكن مع الكنترول. حضرتك طبعا هترجع للكنترول. انا بالطاقه، هي الطاقه بس. انا مش انا عاملها يعني، بس حاطط دينامو من تحت مع الدوران، بلف الدينامو وبيطلع كهرباء بكل سرور. يعني بس هو بالتوازن. ممكن انا عايز اقابل حضرتك شخصيا؟ ممكن طبعا. احب اقابل حضرتك وممكن الكنترول يديه رقم تليفون. احنا بنرحب طبعا بالطلب حضرتك ده، بس حضرتك هتستمر مع الكنترول، تسيب رقم حضرتك ويدوك برضو رقم الدكتور. اوكي، وان شاء الله بالتعاون ده نشوف نتائج كويسه قوي. شكرا على اتصالك واهتمامك. اتفضل حضرتك. كنا بنتكلم عن الاحتفاظ. الخلايا دي يعني هو المصانع المنتجه ليها في العالم بتديكي ضمان 25 سنه. يعني ده ضمان من المصنع 25 سنه. مفيش مصنع هيضمن خليه 25 سنه. ده يعني الا اذا كان هو متاكد تماما. هو واثق طبعا. واثق تمام. فالعمليه الفيزيائيه دي الخلايا دي ممكن تقعد معاكي 50 سنه. يعني ومع الحفاظ عليها حضرتك قلت ممكن ل 100 سنه. لا، العمليه الفيزيائيه لا تنقص من الماده ده شيء. ده كلام جميل وعلميا يجنن، بس احنا عايزين نستفيد بيه ونطبقه في الواقع. والله انا طبعا احنا يمكن عندنا يعني عمليه يعني احنا عملنا سيرفيز كتيره كعاملين يعني في مجال الطاقه المتجدده. هنا على هنا الشعب يعني في مصر الشعب محب يعني حابب جدا ان هو ده يتفاعل ويقدر يبقى عنده مشروع صغير في انتاج طاقه شمسيه. يعني الشعب حابب ان هو يطبق الكلام ده. تمام. بس هو طبعا لو بصينا لمنظومه الطاقه في مصر، انا حاليا يعني مصر بتدعم الطاقه الاحفوريه بجميع اشكالها، سواء بنزين العربيات اللي بنحطه في العربيه عندنا، او الكهرباء اللي بناخدها في البيت. كل ده مدعم. الطاقه مدعمه بجميع اشكالها في مصر. صحيح. والطاقه دي حاليا كل طاقات مصر سواء كهربيه او بنزين او وات ايفر يعني غاز طبيعي، كل دي طاقات يعني تقع تحت نطاق ان هي طاقات احفوريه. ممكن الطاقه الشمسيه تغطي لي كل ده وتوفر لي كتير قوي. عايزه بس عشان وقتي، يعني مثلا السخانات الشمسيه في مصر هي يمكن دي ابرز حاجه نسمع عنها انه استغلوا الطاقه الشمسيه فيها، ومع ذلك هي مش منتشره. فهل هي ارخص ولا اغلى من السخان الكهربي العادي او الغاز؟ هي لو اغلى، هي مش اغلى كتير على فكره. مش يعني أغلى طبعا سعه اللترات بتخش في الموضوع ده، بس مش اغلى. يعني ممكن تبقى مثلا 20% اغلى او 30% اغلى. يعني ممكن نقول انها تقريبا في نفس المستوى. في نفس يعني المستوى. الناس مش هتوفر كتير يعني، ولكنها امنه. لا اغلى. لا احنا بنتكلم اغلى كسعر. لكن هي هتوفر طبعا كتير. يعني استهلاك الكهرباء من السخان الشمسي مفيش يعني ده سخان ميه شمسي. لا يعني هي كجهاز هيحطوه في البيت، هو ده اللي اغلى شويه. حضرتك بتتكلمي على سخانات الميه الشمسيه ولا انتاج الكهرباء عن طريق، لان دول تكنولوجيات منفصله. سخانات الميه هي دي الابرز. هي دي الابرز. على كل حضرتك قبل الهوا قلنا عن مشروع للشباب يجنن في الصحراء واستغلال الطاقه الشمسيه. عشان الوقت بس مهتمه بالموضوع، حاسه انه مهم جدا. يا ريت وبسرعه جدا. يعني انا في رايي يعني وفي راي ناس كتير ان مصر محتاجه تجيب بس دعم سواء داخلي او خارجي لمجال ضمانات القروض الشخصيه للتطبيقات في الطاقه المتجدده. يعني او ضمانات القروض مش شخصيه، ضمانات قروض صغيره لمشاريع صغيره في الطاقه الشمسيه. يعني بما معناه ايه؟ انا لو قدرت ادي لكل شاب، ل 10000 شاب، 20000 شاب في منطقه محدده، نتكلم مثلا عن طريق زي طريق العالمين ده. تمام. طريق العالمين انت ما عندكيش كهرباء فيه. تمام. لو
تقدري تيجي على طريق العالمين ده وتقولي انا هخصص مثلا ال 10000 فدان دول ل 10000 شاب، وكل اللي محتاجاه ان انت تجيبي من اي دعم خارجي ضمانات قروض، مش القروض نفسها، لان اول ما ضمانات القروض دي هتتوفر القرض ممكن البنوك هتبقى كل بنوك العالم هتبقى حابه تمول مشروع زي ده، لانه بيمتلك يعني معدات على الارض تمام، او بيقدر يضمن حقه من خلال الارض والمعدات اللي على الارض اللي البنك هينزل يشتريها لكل شاب. من خلال الموضوع ده هقدر يعني الشعب كله هيقدر يشارك في صوره من بعيد اهي مبينه شكل مشروع. ده انتاج الطاقه الحراريه، انتاج طاقه كهربائيه من طاقه شمسيه حراريه. دي مرايا عاكسه، دي مش خلايا طاقه شمسيه حضرتك اللي شايفاها، دي مرايا عاكسه. والانبوبه اللي في النص دي اللي ماشيه فيها زيت، الزيت ده بيتسخن لحوالي 700 درجه فahrenheit، وبعدين بعد كده بيخش على تنكات ميه، بيسخن الميه يبخرها تعدي على تربينات بخار وبتنتج لك كهرباء. بس دي طبعا داخل فيها صيانه عاليه، لان بتتكلمي على تربينات تمام، بتتكلمي على ان المحطات دي ذات قدرات عاليه لان فيها تربينات بخار، فطبعا لابد الطاقه دي تتنقل لمكان الاستهلاك. الكلام ده كله مش موجود بالنسبه للخلايا الشمسيه الضوئيه، لان يعني بقدر انتجها واستهلك جزء كبير منها مكان الانتاج. يعني هي المرايا دي بتكثف طبعا، بتجمع الطاقه وبتكثفها. عموما الموضوع الحقيقه محتاج وقت اطول من كده وموضوع شيق يعني، لكن للاسف الوقت انتهى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد مازن عبد المتعال، خبير بمجالات الطاقه المتجدده. والفقره اللي جايه اعزائي هتكون مع سماح وفقره كبار السن. مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين، بلدنا امانه في ايدينا نعلم